يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا، صباح السعادة على عيون أحلى متابعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال، اللهم أمين. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم، تشريفكم ليا، بتشجيعكم ليا، اشتراككم في قناتي على راسي من فوق. منوريني ومشرفيني كده، ودايما كده واقفين جنبي وسند ليا بعد ربنا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي يا قلب اختك، تأكدي ان اشتراكك بيفرق معايا جدا 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 جدا. فانزلي اشتركي في القناة وزودي عيلتي البسيطة دي، اخت وصاحبة وصديقة، بجد بنبقى احلى عيلة. فربنا يديمكم نعمة في حياتي. اشتركي في قناة من علامة الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الأحمر، اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري أول خيار فيهم علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة، يوصلك إشعار بيه. قلب أختك تدخلي كده منوريني بأحلى لايك من أحلى أخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، بخلينا عليها في التعليقات. عاوزة كل اللي يدخل يحط لايك، يكتب لي تعليق، لو حتى يكتب لي يبعت لي وردة في التعليق. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. النهارده بقى فيديو جديد كده، روتين جديد كده. بس تعالوا بس اول فيديو كده ناخد حسنات مع بعض، ونذكر الله ونصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. روتين جديد في حياتي وكمان فيديو جديد على قناه. تدخلي برجلك اليمين، يلا نتحمس مع بعض ونشجع بعض كده. شويه كده طاقه ايجابيه وروتينات حلوة كده من اللي قلبكم يحبها. النهاردة روتين يوم الجمعة. دخلت على مطبخي، شفت ايه اللي ايه اللي ناقص يعني فيه، وحابة ان انا اعمله فيه. دخلت اول حاجة كده، ما بحبش ان انا ابقى سايبة البوتاجاز عليه حاجة او فيه لحوسة او اي حاجة في المطبخ. طبعا البوتاجاز نظيف يعني مطبخ نظيف، رخامة نظيفة يعني المطبخ نظيف. مش عاوزين اكتر من كده. والحوض يعني زائد الحوض، لازم الحوض يبقى نظيف كمان. الحوض مفيهوش مواعين يبقى خلاص، يعني انتي عاملة انجاز. فدخلت على المطبخ، شلت الاول كان مكان فطارنا كده، شلت الصينية ودخلت بقية الفطار في التلاجة. وبعد كده قلت بقى ايه، انضف البوتاجاز عشان اعمل للولاد كده شوية كوكيز، والنهاردة الجمعة. واعمل لهم كمان، اغسل لهم الهدوم بتاعتهم بتاعت المدرسة. طبعا ما بنصدق بقى يوم الاجازة، بنلم بقى شوية هدوم على اي حاجة عندنا وبنغسلهم في غسالة. عندي انا بغسل يوم الجمعة لانهم عندهم غيارين، يعني في غيار بيقضوا بيه نص الاسبوع، ونص الاسبوع التاني غيار تاني. فانا بقى ايه، بستنى بقى اليوم الجمعة بقى واغسل مرة واحدة. هنا بقى قلت اعمل الكوكيز وانا واقفة الاول، بحيث ان انا ادخلها الفرن واي حاجة تانية اعملها يعني، والكوكيز بيستوي جوه الفرن. تقدري بقى ايه الكميه اللي انت شايفينها دي او اللي انا هعملها النهارده، تقدري تضعفيها او تقلليها، بتعملي نص الكميه زي ما انت حابه. عامه الكميه دي بتعمل يعني ايه، مش كميه كبيره قوي، يعني عدد حلو من الكوكيز. عملت ايه، جبت 2 بيضه وحطيت عليهم باكت فانيليا ونقطتين كده فانيليا سايله. فانيليا السايله دي انا بحبهاش علشان طعمها تحس ان هو مدي على كراميل شويه، ملهاش علاقه باي فانيليا ولا ريحه فانيليا ولا طعم فانيليا ولا اي حاجه. بس انا كنت مضطره، كان عندي باكت واحد فانيليا من اللي هو الخرز او البودر. فقلت ايه، احط نقطتين كمان معاه وخلاص. عملت ايه دلوقتي، هضرب البيض بالفانيليا وهنزل عليهم بكوبايه سكر بودر. تقدري تعملي بيضة واحدة، لو هتعملي بيضة واحدة هتعملي عليها نص كوباية سكر بودر، يعني هتقسمي المكونات دي. طب انا عاوزة اضاعف الكمية، بتضاعفي الحاجات اللي انا عاملاها دي كلها. هنزل بقى السكر بودر كده واضربه بقى في البيضة ضربة مبرحة. ومعايا السمنة، تقدري تستخدمي سمنة اللي هي الصفرة دي، ايا كان، جنة، فرن، ممكن نيوزيلندي. تقدري تستخدمي اللي هي السمنة الروابي. انا هعمله بسمنة فلاحي، عندي سمنة فلاحي كده مسيحاها، كنت حطاها في التلاجة، طلعت كوباية منها. تقدري برضو لو هتقسمي الكمية زي ما بقولك، هتعملي نص ايه كوباية سمنة كده. هكتب لكم برضو المكونات كلها في صندوق الوصف تحت عشان ترجعوا لها لو عايزين تضاعفوا الكمية او تعملوا كمية قليلة، بحيث انكم تجربوها طعمه عامل ازاي، طالع ظابط معاكم مش ظابط معاكم، فتاخدوا فكرة بس مش اكتر. عملت ايه، حطيت كوباية السمنة، كانت طالعة من التلاجة وانا يعني ايه، ما صبرتش عليها ان هي تبقى بدرجة حرارة المطبخ، فكان في تكتلات فيها.
فبدأت ان انا اخبط كده بالمضرب، ونزلت عليهم ب3 معالق عسل اسود. العسل الاسود ده فايدته ايه؟ هيديك اللون اللي هو بتاع الكوكيز الغامق. بصوا هو خلى الخليط عامل ازاي، وهيديكي طعم حلو كده في الكوكيز، بيبقى طعمه رهيب جدا. عاوزه اقولك قومي دلوقتي اعمليه، ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي حاجه، يعني تقدري انك تقفي عليها، كل حاجه موجوده في قلب البيت. بجد شويه كوكيز، عاوزه اقول لكم من الريحه مفحفحه. انا بمنتج لكم الفيديو دلوقتي، كنت خلاص طلعته بقى من الفرن، والولاد اللهم بارك يعني مش مستنيين حتى ان هو يبرد من ريحته. فعاوزه اقول لكم ان هو اتنسف، يعني اللهم بارك، بألف هنا وشفا على قلبهم. دلوقتي عملت ايه بعد ما عملت الخليط كله اللي هو السايل، اللي هي السمنه والسكر والبيض كله في قلب بعضه كده بالعسل. نزلت عليهم ب3.5 كوبايه دقيق. المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا، لا هتحتاجي انك تشيلي معلقه حتى من الدقيق، ولا هتحتاجي انك تحطي معلقه دقيق. تمام، فالمقدار ده ماشي عليه مظبوط جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هشرب الخليط الدقيق اللي انا حطيته، وبعد كده لما الدقيق يختفي خالص، مش بعجن، مش بحط ايدي خالص، اي سباتيولا عندك. السباتيولا عندي البلاستيك ما لقيتهاش، فاستخدمت اللي هي الخشب دي عادي جدا، المعلقه الخشب. فهشرب الدقيق الخليط اللي انا عملته. بصوا يا بنات، هنا بقى في غلطه انا عملتها. تمام، وانا بحط الدقيق نسيت احط عليه نص معلقه بيكنج باودر. فانا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت، انا كنت شايله شويه دقيق على جنب من ال3.5 الكوبايه اللي انا بقول لكم عليها، ما نزلتش بيهم مره واحده. فحطيت نص معلقه بيكنج باودر على شويه دقيق كده، ونزلت عليه على الخليط او على العجينه بتاعتي. وهفضل ان انا اشرب العجينه كلها، بحيث البيكنج باودر يدخل في العجينه كلها. الكوكيز ما بيتعجنش، مش هيتعجن معايا، هو يلم بس معاكي زي ما انت شايفه كده في قلب الفيديو وبس. تمام كده. هنا انا كنت اللهم ذكرني، كنت شايله شويه الدقيق الاخار اللي كانوا في الطبق، وقسمت قبل ما احطهم، قسمت الكميه اللي معايا، هي كانت معلقه دقيق واحده محتاجه ان انا احطها. تمام، قمت قاسمه العجينه اللي هي الساده زي ما انتم شايفين كده، نصها في الطبق اهي، والنص التاني حطيت على النص الساده دي، حطيت عليها معلقه الدقيق اللي انا كنت شايلاها. تمام، وجيت بقى على الطبق التاني، بدل ما احط بقى معلقه الدقيق دي اللي انا نقصتها مثلا منها، حطيت معلقة كاكاو، معلقة كاكاو خام. اهم حاجة ان هو يكون اسباني، علشان تاخدي طعم كوكيز حلو، ما يبقاش بقى كارف بقى معاكي ولا ريحته اي حاجه. هنا بقى بعد ما العجينه اتشربت معلقه الكاكاو اللي انا حطيتها، ده كان لونها وده كان شكلها، شايفين لونها عامل ازاي؟ عجينه مظبوطه جدا جدا جدا. هنبدا في التشكيل. معايا ايه؟ معايا شوكولاته شيبس، ممكن تستخدمي اللي هي الشوكولاته الكريسبي برضو، بيبقى كريسبي شيبسي كده. دي شكل الشوكولاته اللي انا استخدمتها. هعمل ايه بقى؟ هجيب قطعه من العجينه، هدورها كده بايدي وضغطه حلوه على الشوكولاته شيبسي كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تقدري انك تزودي او تكبري الكوكيز، وتقدري انك تقلليه، بس اللي انا عاملاه ده بعد ما يستوي وينفش شويه، هتلاقيه الكوكيزايه كده عامله زي البسكوته مثلا، في مقدار بالظبط مثلا البسكوته الاهلاوي مثلا اللي احنا بنشتريها، او اقل سنة. فهيبقى ميني كده، هيبقى شكله حلو وحجمه حلو. فيعني ايه، ما تستقليش بالمقدار اللي انا عاملاه ده، او اللي هو الحجم قصدي، كوكيزايه ذات نفسها حجمه طلع مظبوط جدا. طب انا عاوزه اشكل بقى وابدع بقى في الكوكيز بتاعي، واعمل شويه بقى زي اللي هو البسكوت اللي احنا بنشتريه من بره. جبت قطعتين كده من الساده، وقطعتين من البني، ودورتهم كده في ايدي. بصوا الشكل عامل ازاي، طالع وهم. تقدري بقى تشكلي، تقدري بقى تكتفي بالكوكيز بس كده، من غير كريسبي شيبس ولا شوكولات شيبس ولا اي حاجه. بجد وهم، مش يعني مش محتاج اي حاجة عليه، هو كده الطعم بس كده. والطعم كمان السمنة الفلاحي مديه طعمه زي الكوكيز بتاع العبد بالظبط، لو كنتوا جربتوه. بجد طعمه خطير جدا، وريحته رهيبة رهيبة رهيبة. بعمل ايه دلوقتي؟ باخد قطعة من الكوكيز، بدورها في ايدي كده، وبحطها في قلب الشوكولات شيبس، وبعدين بحطها في الصينية اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلص الكمية كلها بنفس الشكل. اهم حاجة لو لسه مشتركتيش في القناة، مستنية ايه يا ستي؟ بقولك اشتراكك هيشرفني جدا، يعني انت مستنية ايه زيادة عن كده؟
اشتركي في القناة، يلا مستنية اشتراكك، مستنية دعمك ليا باللايك الجميل وتعليق حلو كده من تعليقاتكم. هستنى تعليقاتكم، هستنى بقى تقولولي انتوا منين، من اي دولة، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي شرف ليا. خلص الكمية كلها كده، ما اخدتش وقت معايا خالص. كمية طلعت حلوة مناسبة يعني، بمعنى اصح عمل معايا 3 صواني، اللي هو الطقم الصواني دلوقتي هتشوفوه. الصواني الالومنيوم اما بيجي يتخبز، يا ريت يفضل ان هو تستخدمي الومنيوم في الخبز. ليه الالومنيوم؟ الالومنيوم بيوزع الحرارة. احلى حاجة، احلى حاجة انك تدخليها الفرن كده وتعتمدي عليها في حرارتها، غير بقى اي حاجة ما تقولي عليها يعني تفال الحاجات دي. لا، انا بحب الالومنيوم اكتر، بيوزع الحرارة كده بشكل متساوي، تلاقي الحاجة كلها طالعة لون واحد. فجميلة جدا الصواني دي. خلص الكمية كلها بقى اوريها لكم طلعت قد ايه. دي اول صينية كنت خلصتها اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش صغير زي ما قلت لكم، انا لما يتخبز هينفش كده وهينفش هينفش، ويبقى ايه يعني، ايه، كوكيزايه كده محمله شكلها حلو يعني. كان عندي شويه، كان فاضل، انا مش عارفه انا تايهه ليه في الكلام. كان فاضل شويه شوكليت شيبس، فبدات ان انا ايه احط في الكوكيز كده اللي هو ناقص شويه، يعني الوحدة اللي بلاقيها ناقصة واحدة، ناقصة شوية شوكولاتة، بقوم مزوداها كده. دي الكمية اللي اتعملت كلها ب3 كوبايات ونص دقيق، كوباية سمنة، كوباية سكر بودر، بيضتين، 2 باكيت فانيليا، وبس كده. مش خدتش اكتر من كده غير معلقتين عسل، اللي هو العسل الاسود بتاعنا العادي جدا. قلت بقى ايه، دخلت كده الكوكيز الفرن، قلت بقى ايه اشغل الغسالة بتاعتي واشوف بقى اللي ورايا، ونشوف بقى ايه الغسالة اللي ما بتفضاش، او الغسيل اللي احنا ايه يعتبر 24 ساعة في غسيل عايز يتلم على الحبل. غسيل في الغسالة عاوز يتغسل، غسيل عاوز يتطبق، غسيل عايز يتكوي. ايه حياتنا كلها بقت غسيل في غسيل في غسيل في ايه يعني، دوامة. الله يعيننا يا رب، اللهم امين. كده سبت الغسالة بقى تتملي، وهحط اول دور، بحيث ان انا بنقي الاول بدرجة مش بدرجة الالوان بقى، لان انا ما عنديش ابيض. هو بستخدم الفواتح الاول، لكن بشوف برضو مثلا في حاجة، لو في حاجة غامقة ونضيفة بحطها عادي. فدرجة الاتساخ بتاعت الهدوم. جبت بقى الشنطة بتاعت ريماس، كان محتاجة برضو ان هي تتغسل، وهشغل غسالة كده. كان الكوكيز بتاعي بعد ربع ساعة، او بعد ما كملش ربع ساعة في الفرن، طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما هيطلع من الفرن انتوا بتحسبوا بتعرفوا ان الكوكيز استوى ازاي معاكم، باللون بتاعه بتاع الارضية بتاعته. الكوكيز اساسا بيطلع من الفرن طري، عامل زي اللهم ذكرني زي الغريبة بالظبط. بتسيبيه يهدى خالص خالص خالص، ما تحركوهوش من مكانه غير لما يهدى ويبرد. دول شكل الصواني بعد ما طلعت من الفرن. هسيبها تهدى خالص وتبرد خالص، عشان يكون هو رجع لدرجة البسكوت او القرمشة بتاعته، خدت درجة القرمشة. وكمان الشوكولاته شيبس تكون ايه نشفت كده عليه، ما تبقاش بتلزق او تبقى سايحة. هجيب بقى علبتين، هعمل علبة للبني وعلبة للابيض. هلم بقى الكوكيز كله كده، احطه في علبة محكمة الغلق واقفل عليه، بحيث ايه ما يطرش مني او يجراله اي حاجة. بجد والله العظيم جربوه مش هتندموا. ويعتبر كده الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليا بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا، ومن داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي ده شرف ليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين كده، ونفضل في الزيادة طول العمر. فيا ريت لو لسه مشتركتيش في قناتي تنزلي تنوريني وتشتركي، وتفعلي زر الجرس اهم حاجة على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه قلب اختك. ادخلي كده تنوريني باحلى لايك واحلى تعليق، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. خلاص هشيل الكمية كلها كده واجيب علبة تانية للبني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.